تصرفات وأفعال ما ينفعش أبدا الأب يعملها قدام بنته. نظرة البنت لباباها وتعامله ليها بيشكل حياتها كلها وبيشكل مستقبلها وبيشكل علاقتها بأي راجل في حياتها، وغير إنه بيرسم مستقبلها ده بيديها الثقة والأمان. يعني ما ينفعش الأب يكون الحاضر الغايب، يعني يبقى معاها بجسمه بس، حاضر بجسمه بس لكن غايب بعقله. زي الوقت اللي الأب دايما مشغول وهو قاعد معاهم، ده بيحسس البنت إنها مش مهمة ومش أولوية. وطبعا لازم نركز على الكواليتي تايم. كمان حاجة لما الأب يقارن بينها وبين غيرها، يعني بلاش نقارن بأي حد قريب أو غريب عننا في أي حاجة، لأن المقارنات عامة بتكسر البنت وبتضعف الشخصية وبتحس إنها مش كفاية. الزعيق والإهانة قدامها، لما الأب بيهين حد أو بيرفع صوته عليه أو بيشتم قدام بنته، ده كله مش سهل عليها. ده بيفقدها الثقة وبيفقدها الأمان، وكمان بيأثر على إحساسها بنفسيتها وبشخصيتها وثقتها في اللي حواليها، وكمان بيزود إحساس الخوف عندها. وطبعا تجاهلها وعدم الاهتمام بالكلام معاها، لأن دايما التواصل مع الأب بيزود الأمان العاطفي. أو لما يكون الأب طول الوقت مشغول ومش بيسمعها وبعد فترة طويلة يجي يقعد معاها يتعصب عليها، ده بيأذيها جدا وبتفقد قيمتها كأنها مش مهمة. ولما كمان الأب يتريق ويقلل من تصرفاتها أو يتريق على شكلها وزنها أو أي حاجة خاصة بيها، وإننا لازم ندعمها أو الأب خاصة يدعمها ونحبها زي ما هي عشان نعرف نقرب ونربي كويس ونعدل إحنا كمان دايما في تصرفاتنا كأننا بنبدأ من جديد عادي، لأن كلمة بسيطة ممكن تتحفر جواها وتأثر عليها لسنين. العنف بكل أشكاله والضرب في البيت، لما البنت بتتربى على العنف بكل أشكاله وبتشوف ده في بيتها، بتتعامل إنه ده الطبيعي وإن ده مقبول وبتقبله من أي حد وبتكمل بده حياتها عادي. وأخطر حاجة التقليل من مامتها أو إن باباها يتكلم عنها بطريقة وحشة. البنت عامة بتتعامل من باباها الطريقة اللي مفروض تتعامل بيها البنت أو الست. ولو شافت البنت إنه باباها بيقلل من مامتها في التعامل، ده بيأثر على احترامها وتقديرها لنفسها وكمان قيمتها. الأب مش بس مصدر للأمان، ده أول راجل البنت بتتعامل معاه بيعلمها الحب، الاحترام، الاحتواء. وكل تصرف الأب بيعمله بيسيب أثر كبير جدا، وطبعا علامات بتشكل حياتها ومستقبلها.